يا نهار ابيض على اللي حصل واللي هنسمعه ونشوفه في فيديو النهارده. معانا حكايتين شاغلين الناس جدا، واحده بسبب زياره عملت جدل كبير جدا، والتانيه بعد ظهور مفاجئ خلى الكل بيسأل ايه اللي حصل. تعالوا اقول لكم الحكايه من اولها لاخرها. لايك وشير للفيديو وتعالوا نعرف التفاصيل مع بعض. اول حكايه معانا كانت عن الفنانه الهام شاهين، واللي اسمها اتصدر السوشيال ميديا بعد ما انتشرت ليها فيديوهات اثناء زيارتها لكنيسه في كندا. ظهرت وهي بتولع شموع وبتتكلم مع رجال الدين هناك، وده خلى ناس كتير تبدأ تعلق وتختلف في آرائها. في ناس قالت ان دي حرية شخصية وانها كانت مجرد زيارة واحترام للمكان، وناس تانية انتقدت اللي حصل وقالت ان التصرف ده ما كانش مناسب، وبدأت التعليقات بتزيد والجدل بيكبر على كل منصات التواصل. واللي زود الكلام اكتر ان كل واحد بقى ليه رأي مختلف بين مؤيد ومعارض، لحد ما الموضوع بقى من اكتر المواضيع اللي الناس بتتكلم عنها. وفي الاخر كل اللي حصل انه فتح باب للنقاش بين الناس، وكل واحد شاف الموضوع من وجهة نظره. امشي في مكان ما يكونش معايا صورة العذراء ولا في عمري مرة نسيتها، يعني لو نسيتها طبعا كتير مش واحدة، يعني كل مكان في البيت انا عندي العذراء. اما عن الحكاية التانية فهي عن دان ادم زوجة حسام حسن، واللي ظهرت فجأة وهي قاعدة على كرسي متحرك، وده خلى الناس تقلق عليها جدا وتسأل يا ترى حصل لها ايه. وبعد انتشار الصور والكلام خرجت وقالت ان السبب انها وقعت وتعرضت لكسر في قدمها، وهي كانت موجودة في احد الكافيهات مع جوزها حسام حسن، وعلشان كده اضطرت تستخدم الكرسي المتحرك لحد ما حالتها تتحسن. ورغم ان الفترة اللي فاتت كان في كلام كتير عن وجود مشاكل بينها وبين زوجها، الا انها اكدت انها لسه بتحب حسام حسن وان العلاقة بينهم مستمرة. وده خلى ناس كتير بتستغرب لان الشائعات كانت مالية السوشيال ميديا، وفي النهاية الحكاية دي خلت ناس كتير تتكلم عن خطورة تصديق اي اشاعات قبل ما نسمع الحقيقة من اصحابها، لان ساعات الحقيقة بتكون مختلفة تماما عن اللي بيتقال. وطبعا دول كانوا الحكايتين اللي منتشرين على السوشيال ميديا اليومين دولت. وفي نهاية الفيديو عاوزاكم تقولوا لي رأيكم ايه. يا ترى انتوا شايفين ان السوشيال ميديا ساعات بتكبر اي موضوع اكتر من حجمه، ولا الناس من حقها تعلق على اي شخصية مشهورة؟ عاوزاكم تكتبوا لي ارائكم في التعليقات، وما تنسوش دعم الفيديو باللايك والشير والاشتراك لو لسه جداد معانا، وتابعونا لان الجاي في قصص واخبار اغرب بكتير. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.